السلام عليكم، اخباركم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. انا قلت بقى اسجل لكم فيديو. اول حاجه عشان اعيد عليكم واقول لكم عيد سعيد عليكم، ويا رب ربنا يتقبل منكم الصيام والدعاء والقيام. تاني حاجه عشان اقول لكم شكرا جدا، شكرا جدا على تفاعلكم، شكرا جدا على ردود افعالكم، على رسائل الحب ورسائل الكلام الجميل اللي كانت بتوصلني. حقيقي يعني اذا كنت انا عملت حاجه وقدرت افيد حد بمعلومه او حد استفاد مني بمعلومه، انتوا عملتوا اكتر بكتير. اديتوني حب واديتوني طاقه ايجابيه اقدر ان انا اكمل واشتغل وان انا اكمل باقي الحلقات. يعني ربنا يعلم انا كنت في ظروف صعبه جدا، لاني مريت بحاله مرضيه صعبه. انا كنت ناويه اطلع معاكم لايف بقى وارد على الاسئله بتاعتكم وفيديوهات كتير. انا كنت ناويه، يعني البلان الخطه كانت كبيره جدا، بس للاسف يعني انا تعبت شويه في شهر رمضان. يعني يا دوبك مثلا بقالي يومين او 3 ايام بتعافى كده، الحمد لله، يعني الحمد لله عدت على خير. فسامحوني يعني انا اللي كنت مقصره معاكم، بس انا عايزه اقول اشكركم جدا على كل حاجه حلوه انتوا عملتوها لي. حقيقي انا كنت سعيده جدا بالشهر ده ان انا قدرت اتواصل معاكم. دي كانت احلى حاجه انا حبيتها في شهر رمضان السنه دي حقيقي. آه، كان في حد سالني ان احنا نكمل بعد شهر رمضان. البيج مكمله يا جماعه، البيج اصلا بادئه بقالها اكتر من سنتين، واللي هيدور كده ويقلب في القديم هيلاقي فيه فيديوهات وفيه بوستات مفيده. وانا يعني ده انا مهتمه جدا بالرياضه وبالصحه التغذيه السليمه. فهتلاقوا حاجات كتيره وان شاء الله احنا مكملين، كل يوم هتلاقوا في حاجات جديده، فان شاء الله ربنا ما يقطع لنا عاده. يعني هو الجديد كانت الفزوره في شهر رمضان، يعني هو ده اللي كان جديد السنه دي يعني. فانا سعيده جدا ان الفكره عجبتكم. نيجي بقى للمسابقه وتفاصيل المسابقة. أول حاجة النهاردة 29 رمضان، احنا صورنا 30 حلقة، ففي حلقة إن شاء الله هتنزل بكرة في نفس الميعاد عادي اللي احنا متفقين عليه، من الساعة 9 للساعة 10 بالليل. هتنزل يوم الجمعة، اللي هو 1 شوال، اللي هو 21/4. معلش سامحوني. في حلقة هتنزل الجمعة بكرة إن شاء الله بإذن الله. فيبقى عندنا 30 حلقة. هنبعت من امتى لامتى معاكم؟ من اول ما ننزل الحلقه ال30 اللي هو بكره الجمعه لغايه يوم 30 ابريل ان شاء الله، 30/4. يعني معانا 10 ايام عشان الناس اللي ما جاتلهاش فرصه مثلا تشوف حلقات معينه، يبقى عندنا فرصه ان احنا نشوف باقي الفوازير وننزل. معانا 10 ايام ان شاء الله باذن الله لغايه يوم 30/4. هستقبل الاجابات لغايه يوم 30/4. هنكتب الاجابات ازاي؟ هي رسالة واحدة. رسالة واحدة يا جماعة. محدش يكتب لي كل إجابة في رسالة، مش هبص عليها ومش هتعتبر إجابة صحيحة. هي رسالة واحدة هتتكتب فيها 30 إجابة، بس رقم الفزورة والإجابة جنبيها. 30 إجابة في رسالة واحدة، وفي آخر الرسالة الاسم، العنوان ورقم التليفون. ومش شرط يكون عليه فودافون كاش، أنا عايزة رقم فودافون أقدر أتواصل عليه في حال فوز إن شاء الله بإذن الله صاحب الأكاونت. هيتم السحب ازاي؟ هنعمل حاجه اسمها عجله الحظ، دي بتبقى اوتوماتيك كده بتتعمل على الكمبيوتر، وهنطلع ساعتها في السحب لايف. يعني هطلع لايف وانتوا هتبقوا معايا، هنطلع معايا نطلع لايف. دي عجله كده اسمها عجله الحظ ويل كده، ودي كان حد اقترحها عليا الصراحه من الكومنتات بتاعه الفيسبوك. كان حد اقترح عليا عجله الحظ ولقيتها فكره لطيفه جدا. الاسماء كلها تبقى موجوده في العجله دي، بتبقى مدوره كده خلاص، والكمبيوتر هو اللي بيعمل الاختيار العشوائي، احنا ملناش اي تحكم فيه خالص. فالكمبيوتر هو اللي هيختار وهيبقى قدامكم وهيبقى باسم اكونت الفيسبوك، وبعد كده احنا بنتواصل مع صاحب الاكونت بعد كده ونشوف احنا هنقدر نوصل له الجايزه بتاعته ازاي. جايزة المسابقة احنا كنا متفقين على 3 جوائز، وكنت عملت لكم زي استفتاء، وانتوا اخترتوا ان احنا نخليهم 6 جوائز، كل جايزة 1000 جنيه، وان شاء الله هنعمل كده. كان نفسي كلكم طبعا كلكم تكسبوا، بس ان شاء الله باذن الله هنعمل مسابقات وحاجات كتيرة قدام، فهتخليكم متابعينا يعني ان شاء الله. بس المسابقة دي هتبقى 6 جوائز، كل جايزة 1000 جنيه. وهقول لكم امتى باذن الله ميعاد السحب، هقول لكم قبلها بكذا يوم عشان الناس تبقى عارفه، وهنعيد كذا مره الاعلان عشان الناس تبقى عارفه. عشان هيتعمل السحب لايف وهتبقوا شايفينه، والسحب كله هيبقى قدامكم كده على عينك يا تاجر زي ما بيقولوا يعني. كل سنه وانتم طيبين، ومتشكره جدا على استضافتي عندكم. متشكره جدا على كلامكم الحلو، متشكره على التشجيع، متشكره على الحب اللي انا شفته حقيقي منكم. ادعوا لي بس ربنا يكمل شفايا على خير يعني، وان شاء الله يعني تعدي الازمه دي على خير.
وان شاء الله يبقى لينا على طول. هتخلوني بقى اعمل على طول حاجات كتيره كده ما دام الموضوع حلو وعجبكم يعني. وكل سنه وانتم طيبين، وعيد سعيد عليكم، وافرحوا كده بقى وكلوا كحك وعيشوا حياتكم. كلوا كحك، بسطوا في ايام العيد، متشيلوش هم، الحياه مش مستاهله. وربنا يخلي لنا كل اللي حوالينا ويخلي لنا حبايبنا، واشوفكم دايما على خير. وعيد سعيد عليكم يا رب. كل سنه وانتم طيبين. مع السلامه. باي باي.